أنا يا شيخ الصراحة كنت يعني كنت بحب بنت. كنا بنحب بعض لفترة طويلة تقريبا 2.5 سنين. بس المسافات يعني اللي صارت بيناتنا آخر فترة كانت كفيلة إنه تخرب كل شيء. أنا تحديت المسافات وكنت راح إنه أروح لعندها وهيك، بس إنه وصلنا لحل إنه خلاص نترك بعضنا ونجرب فترة ونشوف شو راح يصير. تركنا بعض تقريبا فترة 3 شهور. بعدين أنا هون هاي 3 شهور الصراحة الله بيعلم بالحال يعني كيف كانت الحالة. نعم. فبتفاجأ إنه أختها حكت لي إنه هي انخطبت. لا يعني انخطبت لغير شخص، وللصراحة ما بعرف شلون، يعني إنه ما بعرف شلون صارت، وما حسنت أحكي معها أبدا وأعرف تفاصيل. أنا بقول لك أمر. تفضل. سأنصحك نصيحة لك ولغيرك. إذا من أحب فتاة ثم يسر أمرها فلا يحق له أن يتتبع أخبارها وإن كان يمت على التراب التي تمشي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. بس أكمل. والمسألة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. ومن أنواع أن يحرض الرجل مرأة على زوجها أن يهيئ لها أن الحب عنده، وأنه هو ملك الرومانسية، وأنه الذي سيسعدها، وأنه 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 وهي متزوجة وعلى ذمة رجل. فهذا يعتبر نوع من أنواع من يخبب امرأة على زوجها وطرد من رحمة الله. فأنت الآن خطأ، المرأة دخلت في الخطوبة. بما أنها دخلت في الخطوبة لا يحل لك أبدا أن تسأل وتتبع أخبارها، أو أن تلمح لها تلميحا أو تصريحا أو برسالة عن صديقتها أو حتى رسالة نصية أو بشعر أو ما يفهم معناه أو بأي وسيلة كانت أني أريدك. احذف رقمها واحذف الرسائل النصية اللي بينكم واحذف واتساباتها واحذف كل شيء يصلك بها. الله جعل في ذمة رجل، فارفع يدك للسماء وارفع يدك عنها وارفعها للسماء وقل اللهم وفقهما. الإيمان بالقضاء والقدر ليس في المصائب فقط بل أيضا بالحب. الإيمان بالقضاء والقدر ليس فقط بالمصائب بل أيضا بالحب. من ذهب حبيبه أو جاء حبيبه فليرضى وليدعو لها بالتوفيق والخير ويسأل الله عز وجل أن توفق مع زوجه. هنا كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن تمام الإيمان والكمال والتمام أن يتبنى الرجل الخير لامرأة قد تزوجت وارتبطت بغيره. لهذا سل ربك لها التوفيق وأن يرزقها حب زوجها والوفاء له، وسل ربك جل وعز أن يبدلك خيرا منها. فرضي بقضاء الله عوضه الله عز وجل بخير قضائه. فلهذا اصرف بصرك وانظر لأمرك وابدأ حياتك.